يا نشء أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. يا نشء أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب. وخذ الخطوب ولا تهب. إذن هو تفطن لهذا باش يخرج نماذج. لهذا لابد أن ننظر النماذج التي خرجت في جمعية العلماء وبرزت جيدا، صارت نماذج يقتدى بها. مش كما الآن كي نقولهم الفرق بين القديم تاع الإجازة وبين الدبلوم. الإجازة تخرج لك عالما أجازه شيخه كذا في القراءات وفي التفسير فلان وكذا بالاستعمار. إذن فرق بين الإجازة وبين يجيك دكتور والشهادة. لهذا كانت العلماء جمعية العلماء كانت تخرج كي يجي البيضة يقول له الشيخ زموشي هذا أنت، ومن بعد يلقى كفاءات عالية روح ليه وين أصعب منطقة التي تعتمد واش على الخرافة هو واش المنطقة الغربية على الدهكاك ولا ما داش هكاك. كان يعرف قدرات الرجل، لكن هذا الرجل هل كان في بيئته كان نناظروا في الموضوع نجدوا المواجع اللي هكاك واضح، لكنه أخذه إلى بيئة حيث يكون فعالا واضح. وسلفوه عامين بقى، سلفوه عامين جاء قسنطينة الساعة جاء عامين تسلف على أن يعود وعاد فعلا. إذا لما نشوفوا القدرات وتشوفوا القوة تاع الرجال تفهم. الشيخ زيناي الحاج بلقاس من بعد نضرب نلقى الجامعة الإسلامية اللي مبنية الآن هو الشيخ زيناي الحاج بلقاس اللي راح وقتها عند كان في وقت بومدين وقال له تعطيني تيرا نديروا جامعة. ما عرفت الشيخ زيناي الحاج بالقاسم الا لما درست في مدرسه البيضاوي اللي في قسنطينه بعد حكيمتي سميوه البيضاوي بصح ما يعرفهمش على واش البيضاوي. وديت لهم يا اخي شفيتي راه ناس في الشيخ الازهر وديت لهم على هذا هو زيناي قلت لهم هذا هو الفلفل سميوه الفلفل قلت لك بصح فلفل واضح. شوف كيفاش الشيخ زيناي قوه كبيره جدا. ومن بعد واش دار هز القطعه الارضيه اللي قال له مشروع طويل قال له هي هذا انا زيد اعطيني تاع البيضاوي وزاد جا دار بناء مسجد البيضاوي الان ولا مؤسسه كبرى لما اخذها ولد ابن عم الجنرال بوخابه وجات التوسعه. انا درست فيه جامعه بدات من المسجد الان فيها افارقه كثر درست فيه تاريخ العقائد وتاريخ الفرق واضح من المسجد وهي مدرسه قويه جدا. بعد لقيت باللي بركه الرجال لا تزول. اي والله ربي كيبارك في حاجه تمشي. متى يبارك؟ حينما يكون العطاء قويا لوجهه الكريم. اذا هذا البعد الروحي هذا مهم جدا في العطاء. هؤلاء اعطوا ارواحهم بهذا القوه عليك استمرت المساله. الشيخ زيناي هو اللي سبب تاع الجامعه الاسلاميه وهو السبب تاع مسجد البيضاوي الان اللي ولا واش قلعه كبيره جدا علميه في افريقيا. مسجد البيضاوي هذا تحت الحي مكي دور بعد الحي مكي اليوم وين كاين الاذاعه تاع قسنطينه الدوخه. وديت لهم عند الشيخ بيضاوي هذا هو الشيخ زيناي هذا هو الحاكم الفرنسي يحكم له القاضي هو يضحك كل واحد تقعدوا هذا كله ولا يوم قريبه تروح تروح وانت واش بيك واضح. قوه كبيره جدا. هذه القوه تاع الرجال هي التي واش تنطلق في جر القاطره. اذا فهم جيد للدين وسلوك رائع في الواقع الاجتماعي واضح. إذا خرج النموذج الذي يستطيع أن يحرك كما نرى الآن مثلا هذا الموجود في غزة هو خرج النموذج. الغرب تفطن علاش يريد إبادته. النموذج خرج اللي كنا خايفين منه باش ما يخرج خرج واضح. سنعود إلى مؤتمر 1906 لنرى التغيير الإيجابي. الإمام ابن باديس تفطن لمسألة التغيير الإيجابي لا يكون إلا بالعلم. لكن علم ماذا نعلم وماذا ندرس ومن ندرس. انطلق هذا ما جعله رحمه الله يركز على التعليم ويرغب في العلوم ويشجع عليها ويهيئ الأسباب المساعدة على اكتسابها. وذلك ما جعله يرفع شعار إنما أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. أنا واللي تبعوني. هنا هذه القضية تاع العلم كل التخصصات ما راحش غير الشريعة. قلنا أنه يريد يقيس كل الشرع وبالتالي حتى في العلوم ذهب لكل
التخصصات. فيما بعد من جمعية العلماء المسلمين من كانوا طبيب ماهر ويكون المهندس الماهر ويكون واضح، لأنه خلاص عطاله المصل، عطاله هذاك وكل ما شئت. وهذا الذي يجعل الفكر ليس فكر المعلبات الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، انه ترك الصحابه على خصوصياتهم، خصوصيه ابو بكر الصديق، خصوصيه عمر، خصوصيه خالد بن الوليد، وتركهم هزوا التوحيد وكل واحد فيما يتقن نفس القضيه، يعطي له غير القضيه الاصل الام التي يتحرك بها خلاص، وانت تبدع حيث انت. لهذا كانت النماذج رائعه جدا في وقت عز فيه ايجاد الرجال، لكن كانت الثله القليله واضح التي خيرت المجتمع وجرته كقاطرة قوية جدا. إذن القلة هذه واش مهمة جدا. فليست القضية بالكثرة وإنما بالفعالية. جيب واحد فعال عنده هم مليح، يزيد يدوزي له الهم وتنطلق المسألة. مشروع نبنيه أمشي القضية. إذن هذه النقطة الرابعة التي كانت عند الإمام ابن باديس. النقطة الخامسة وهي داخلة أيضا في الرابعة، الإصلاح عملية شمولية كاملة ومتكاملة، ولذلك ركز على تعليم الجنسين. تعليم الجنسين، وعلى باله عدم تعليم المرأة مشكلة، ولهذا راح يعلم المرأة. كنت تشوفوا الدروس تاعهم عنده 14 درس في اليوم، من بين الدروس تاعهم مع النساء في حتة تاع الطبخ، من بين النساء تاع الطبخ يهضر مع الطرز يخرجها من الأزمة. النساء تشتي تطرزي، علمها الطرز، بس مع الطرز يمر 60 بحاجة، مش الميكرون. حنا وصلنا شرينا الادوات كل الماشينه لافي وتاع الماء وشو والفريجيدار والخلاط، المسكينه ما تنجمش تعجن تعبك صح، ونروحوا نشريو هذيك جاهز. بصح في ان واقع قالوا هذه التكنولوجيا اللي نحوزها الوقت، نربحوا الوقت، لكن نحن هل ربحنا الوقت؟ جبنا لنا الماشينه لافي ودرنا هذيك ودرنا كلش كاينين، في المقابل نجد وقت لشيء اخر ما عندناش وقت. اذن كاننا خسرنا، شرينا منتجات حضاره باش نقضوا بها وقت واحد اخر. صارت نعرضوا لي واش هاد تيك توك هاد فيسبوك خلاص. النقطه السطر كيف تكون هنا جميله، كيف دارت السلايد كل دارتها والخياطه وبعدين وجعلوها شكلا. المفروض أننا حينما مستلزمات الحضارة حينما تكون لنربح وقتا، الوقت هذاك نديرو فيه إنجاز. احنا قتلونا الوقت هذاك، شرينا من عنده بس نقتلونا الوقت اللي وفرناه، مشكلة كبيرة جدا. إذن الإمام ابن باديس رأى أن المسألة مسألة شمولية كاملة، فبدأ بالجنسين، وذلك ركز على تعليم الجنسين وتوظيف كل الأطر. كل الأطر من واش؟ من مدرسة ونادي ومسجد وكشافة ومسرح. الفنان يموت ولي فنان هز القضية العادلة، تفضل اهزوهم وروحوا القدس معك يندر النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ حسن انه ثبت واش شاعر مثقف، يقول له انت هو الشعراء كيفاش غاول دير غير السلبي اهزوهم وروحوا القدس. اذا الفنان عنده دور، سي مراد عنده دور. يجي تصوير هاك وتقول انت 4 ساعات وانت تشوف تصوير رائع جدا من عندك البيضه تاع ديك الحنين، وماذا بك زيد لنا التصويره تاع بركك باش قلبك يضرك واضح مليح، ونروحوا القلب يضر، لعل ذلك الهم يتحول الى واش قوه في الرغبه في التغيير. واضح الصوره مهمه جدا. هي روح يلغيها ابن باديس ابدا، ولهذا استعمل كل شيء. المسرح ابو الفنون والذي يتفاعل معه الشعوب، يعيشون مسرح حدث مع فكرة مع تاريخ من صناعة إنسان. ما له باش طارز يقول له أنت حرام الآخر، حرام تغني، حرام بدل سنتر على روحك. عاد غنيونا تاع العيد، هذوك الأغنية تاع تشفاوك تاع الأغنية تاع العيد، نهار العيد يجيبوا لنا هذاك وبعدين عنده هذه إحياء المولد على إحياء كيك، الاخرين يحيوا راس السنه وحنا نقعدوا نتفرجوا بهم. واضح. فكان بالنسبه الي المولد مساله اخرى، او كان مناسبه لجمع الامه على فكره معينه ويربطهم بالله. ايش خلي يشخشوا خوتهم، بعد يجي واحد يقول لك عندنا البدعه، اما نحينا كي نحيوا البدعه درنا الحل، قال لك نحي السبحه
أي بدعة نحينا السبحة ما عادش نذكرون ما بدعة الزيديك ورا نحينا الدعاء راح الدعاء نحي حلقة القرآن والتي هي يقول أهل المشرق يقول هكذا تلقى أهل المغرب التلقي عندهم بهذه الحلقة. قديش من واحد حفظ أنا عندنا في البيضة 60 حزب مكفوفين واضح 60 حزب فالبيضة حفظك وكان تلقيك هم بعد هو راحوا نحينا هذا وعندنا نستوردوا جيب واحد خاطي بيئة كلاس وما على بالوش بيئة كلاس وهذا انه حافظ القرآن بدل ان هذه المدينة كانت تخرج حفاظ كتاب الله وين راح واضح شفع الشيخ زيدوني ربي يرحمه الشيخ الكامل على باله باللي ولده الكروشي وين فإن مفاتيحه لا تنوء بأولي العصبة واش يدير له كي يوصل الآية هذيك والآخر ما يشتيش يسمي له الشيخ ما يشتيش واش يوصل كي يوصل ثم يجبد الفاتح يدير له وين يكروسي هو إن مفاتيحه ودير المفاتيح الآخر إن مفاتيحه واضح الف سنة كذا تجي فكرة خطيك. إذا قوة الإنسان في الإبداع في التعليم في إعطاء البدائل خليه واضح ما درناش فكر معلبات تخرج من كل زي بعضها أبدا كل واحد في خصوصيته يبدع. هنا ذهب الإمام ابن باديس شوف قال استغل كل الأشياء مدرسة نادي مسجد كشافة مسرح فن صحافة والصحافة لو كان نبدأ في الصحافة يغلقوا له ويحل ايش حبس الرجل هو الذي يصفف ولعل هذا افضل مني في الحديث هو الدكتور عمار بوزير يقول لنا خير او هو اللي يدير بكري مش ذوك ماكينتوش كنا الجماعه نقول له لو كان عندنا ماكينتوش ولا كان بن باديس عنده هذا اش كاين يدير هو يدير هيك وذهب هو يدير حتى الواو ذهب يصففها هو وبعد تروح يخرجها هذه قوه ميزانيه كبيره تعدي على جامعة 20 بعد كي تروحوا تلقاو بعد المحراب وتلقى بعد الكاريات الصغار هذوك وما جابهاش دال دوصول ولا حاجه لاصقه وحدها اللي دارها روحوا شوفوا اللي دارها واحده عند اختها حتى نديرها كامل قداش قاعد الوقت في الجامعه الاسلاميه اذكر نشوف في المصري يمشي يدير لك العصا اللي تشوفوها كبيره سليم عصا محطوطه في الارض هك ومن بعد يهزها خط بخط ويلصقها كامل حتى يسد العرس. إذن هذه القوة هي ترى نفس طويل في الإتقان نفس طويل لأن مدننا شكون ابنها الجزائري المهندس كان مستعمر مصح اللي بناه جزائري يصير الزلزال بقات واقفة شكون يراب أنا بجديد القديم ما نمشي واضح القضية. إذن تشوف أنت هذيك القوة تاع الإتقان استغلال كل إنسان في المجال الذي هو فيه استغلال كبير جدا لخدمة الفكرة. لهذا هو كان واش أعلن نفير عام قال وإشراك كل رجال العلم والفكر والأدب في كامل القطر الجزائري لخدمة التغيير المطلوب ضمانا لنجاعته وفعاليته. وذهب إلى ابن مزاب أو راح ابن مزاب وما قالهمش ثم مذهب إباضي نحاق صافي عايشين معنا بالعكس أبو اليقظان الشيخ بيوم وإلى الآن فرع جمعية علماء المسلمين في تلك المنطقة قوي جدا. الصيدلي هذاك اللي كان حاكم قوي جدا واضح. اللغة العربية اللسان إصلاح اللسان عربية وجدان الدين والوطن هذه الثلاثية يجتمع عليها كل جزائري واضح مادة خام رائعة جدا. إذن ذهب إلى هذه النقطة تاع الشمول. النقطة السادسة الأخيرة في هذه المسألة هي ضمان تواصل الإصلاح. هذه الفكرة التي نحن ضيعناها 60 تاعنا صار خير من 70 خير من 80 خير من 90 خير من 2000 نمشي في معادلة تاع واش نون ناقص واحد مغبون من تساوي يوما. لهذا هو عنده قضية الاستمرار. ابن باديس ما كتبه إلا فليكون هو ثم نغلق البوتيكة واضح. استمرار استمرت الفكرة وتستمر الفكرة وهي موجودة في الخارج الجزائري إلى يوم الناس هذا والحمد لله أنه فيه واش تدرس وكذا لكن الفعالية تاعها هي بنفس القوة واضح. علاش بكري ضده كل شيء صنع شيء درك عنده كل شيء وهنا نجيو إلى فكرة أخرى. إذا ضمان تواصل الإصلاح وعدم توقفه ينبغي الاعتماد على إمكانيات اسمعوا مليح
المجتمع ومقدراته الذاتية. وهنا انطلق الإمام ابن باديس إلى الجزءارة، جزءارة المؤسسة. ما راحش يجيب من برا واللي يستنى برا يعطيوله، مثل ما فعل أهل غزة. أهل غزة يقول لي واحد يقول لي احنا على بالنا، أو قال لي سيدي، واش قال لك سيدي؟ يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال لي لن يضرهم من خذلهم، نعرف أنكم ستخذلوننا. أو قال لنا واضح سيدي، أو قال لي إذا نحبس، نعرف لك حتخذلني، ولهذا أنا عملت باش واش حتى ولو خذلتني عندي الحل. سيدي قال لي ما تخرجش، كون يسرى ما يسرى. قلت له كيفاش؟ قال واش أفضل الجهاد الرباط، وأفضل الرباط عسقلات، ما تخرجش من العسقلات. قال لي عطاني النهاية، أنا الفيلم وعطاو لي النهاية، قال لي ما نخرجش أنا كنت موتوك. واضح كيف يفهم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاي فيما بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النص، ما قالوش هكاك. سيأتي زمن لمن يعمل به، وكأنه يوزر جيد موجود هذاك تاع مانويل يوزر جيد، خليه من جيل يروى من جيل إلى جيل حتى يأتي الجيل الذي سيعمل به. قال كون يخرج لكم الدجال بعد، إذا أعطاك النار احكم أو ماء، إذا كان أعطاك الماء أو نار، إذن يقتلك. واضح الآن، من عمل نجا، من لم يعمل خلاص راح. أيوه سلطان الزمن. إذن استمرار الفكرة تكون بأهل البلد، ما تستناوش يجونا من برا يخدمونا. وكي نهضروا كي نقول أهل البلد من الوحدة الأولى، إذا في الفاميلة تاعك أنت وخوك تستناش يجي واحد من فاميلة أخرى. اثنين، إذا في المدينة ما تستناوش تاع مدينة أخرى، إذا في الوطن ما تستناوش تاع وطن أخرى. واضح. إذن هذه كانت عند الإمام ابن باديس، فعمل باللحمة اللي عنده. ما قالش هنا بوجه الإمكان، ما قالش لازم لي هيك وإلا ما نديرش، بهذا ما ندير. واضح القضية. وهذه فكرة جوهرية جدا في عملية التغييرية، أنك تعتمد على الموجود. يقول شوف، قال وهذا الذي جعله يوائم بين مطالب الإصلاح وإمكانيات المتاحة فعليا، ويستنفر الأمة ويستنهضها للمساهمة فيه بالشيء اللي عنده. مش لازم يستورد، خصنا هذيك وما نجيبوهاش، أما نصنعوه، ندير نجيب اللي عندي، شكون يعرف. ولهذا بدأت بعد الثورة، بدأ التعليم بالناس اللي كانت تقرأ القرآن الكريم. يجيو عند الشيخ الخضر ربي يرحمه بوكفة اللي يكتب له روح يقرأ، ينحي القندور هذيك يلبس اللباس تاعو، طراد في السبل تقرأ. هذوك بعد اللي كانوا يخرجوا في الكتاتيب، لأنه فرنسا ماذا فعلت؟ تجهيل الأمة، يخليك بالصفر، ده كل نتاعو. المعلمين راحوا، الإذاعة فرغت، غير الميكروفون شكون يهضر فيه، غير الكاميرا شكون يعرف يمشيها. واضح الآن. إذن تقنيين على بساطتهم هز فعل عملية الجزء التي اعتمدها ابن باديس محكمة. الحوايج اللي عندك، العباد اللي عندك، الطباخين اللي عندك، هذوك هما اللي يديروا لك الطبخة مليح. أبر راسك، ما تجيبش طباخ من برا، لا فتافيت ولا من عزب، لا أم أيمن، ما بتش على أم أيمن، ونجيب خصني هذاك ولا ما كانش خلاص تكون هكاك باش اللي عندي. إذن هذا الذي ركز عليه ابن باديس، استثمار الطاقات، لأنه إذا بحث عن الطاقات لا يبحث عنها خارج، يبحث عنها في الداخل وهي موجودة يعلمها. ولهذا كان كثير التنقل في البحث عن كفاءة القدرات. واضح، يخرجها من الظلمة، يخرج الواحد العربي يتمسي في الدوار، وين راح غير واحد واضح، ويعطي له همة عالية، مسؤولية كبيرة جدا تمشي المسألة. واضح. طيب العقبي، روحوا شوفوا باق الميلي، روحوا شوفوا، خرجهم من القوقعات التي كانوا فيها. كما قال الإمام مالك وهو ينصح الشافعي: لا تسكن الريف فيذهب علمك، واتخذ لك صنعة حتى لا تكون عالة على الناس، واتخذ لك ذا جاه ظهرا لكي لا يستخف بك العامة، ولا تدخل على ذي سلطنة إلا وعنده من يعرفك. ما يحطوكش ثقيل ويقول له الشيخ فلان، فهمنا؟ ولا تقترب من ذي سلطنة إلا إذا قربك حتى لا يأتي من هو أقرب منه فيدنيه ويبعدك فيحصل في نفسك شيء. إذن قلت حضارة كبيرة جدا، تنمية بشرية، دخلوا بسيكولوج، دخلوا. واضح كانت عندهم هذه القضية اللي نخلف، يقولوا لا تسكن الريف إذا بعلمه، قاعد في الدوار تموت. كم من مالك بالنبي مات في الجزائر، اللي من يعمل في النبي لأنه خرج، وخرج ثقافته، وخرج الكتب، وخرج وكذا جماعة قاعد. اللي قراه اللي هو حمود بن سعيد رحمة الله عليه، والذي كان أول دكتور في الجزائر في قضية السوربون عند باشرار،
قرا عند بشرى ودرج واضح. اي عليه الكوه حمود بن سعيد، لانه كان محرك صانع الافكار، صنع ملك بن نبي، اذا يجي ما صنع واحد اخر دبدب جد، ومات في النسيان، مات مجهول. يحكي لي تعبتني، قال لي يحسبوا فيه شيء، عنده الرزه يقعد في القهوه يحسبوا فيه كذا، يقولوا ما يدوز لو موند وكذا، غير الموند لو موند دبلوماتيك وكذا غير، يعني بينيش بيا راسه شكون واضح. إذن قتل الكفاءات هذا انتحار جماعي. لهذا ابن باتيستا فطن إلى هذا، فعاد إلى جزءرة الإطارات، بحيث أنه يعتمد على الموجود الممكن المتاح تفعيله. ولعلنا نعود في النقاش إذا كان نطرح السؤال لماذا لا ننتقل رغم وجود العلم، لماذا لا ننتقل إلى هذه المسألة. لعلنا نتحدث بعد علم في علم التجهيل، علم التجهيل الذي غرس فينا من 1946. إن شاء الله لو كان يعطيني فرصة ندخل في هذا. تفضل. بارك الله فيك.